الهجوم بمحورين مع كثافة نيرانية مدفعية من قيادة فرقة تعمل إلى إبادة حرفية لكل القوات ميليشيات الدعم السريع الذين تواجدوا في سوبر كام. وهذا التكتيك اسمها عجوز سد بيته. طبعا ناس الفاجر عندهم تكتيكات لأنه سوبر كام عنده مدخلين، مدخل للدخول ومدخل للخروج. وتم سداد هذا العجوز اسمه ود الفاجر المخرج والمكفل. ود الفاجر ما هنا دي لك، أنا ده عبارة عن فلانجاي. الرزيقي اضحك ساكت لانك ما تقدر تقول الكلام ابا قدوم فلانجاي ابا الجلابه. انا قبلان اضحك بس ثاني ما عندك كلام تقول. فنظريه عجوز سد بيته اتطبق في سوبر كام والميليشيات ابادوهم اباده جماعيه. والاخبار انتشرت كالنار في الحشيم او في النار في الاويش زي كلامنا هنا. الحشيم هي القش الناعم، الاويش برضه قش الناعم. فذهبت الأخبار الموتى لأعلاف والعشرات والمئات من ميليشيات الدعم السريع إلى مدينة الدين. فالميليشيات فايرشين في أي زاوية في مدينة دين، نيالا، جنينة، خر الزاوية، أم تيمان، ما عارف ليك أي مصيبة زمان عرب شتات ساكنين فوق وفارشين فيها. فانتوا عارفين انا ماشي الكلام ده بوين. انا الليله اديتكم التقرير ده ما عشان انه اوريكم التقرير، انتوا اوريدي عارفين في جخم لكن ما عارفين في تقرير زي ده. انا هديكم الاسماء بعد ما اقول لكم الكلام ده. ميليشيات الجنجويد دربوا في 3 معسكرات اكثر من 2000 جنجويدي وجابوا لهم 200 عربيه جديده عشان يفضوا الجنجويد بتاعت الكردفان عشان يأرجلوا التقدم بتاعت قوات شعب المصلح. الكلام ده في الدعين وابو مطارق. كيف ود الفجر؟ الكلام ده في الدعين وابو مطارق. هوي اصبروا انا نجيكم بالتقرير الكامل لانه بدون تقرير الكامل لا نستطيع ان نقول شيء بدون تقرير الكامل. كلام ده انا اللي بقول لك ده في ابو مطارق. سوري يا جماعه. اوكي كلام ده في 3 محلات. المعسكرات دي في 3 محلات ومسؤول منه ال3. أمدة أبو مطارق آمر محمد آمر مسؤول من استنفار شباب أبو مطارق. أمدة أسلايا حمودي أمبيدي مسؤول من استنفار شباب الأسلايا. أمدة فردوس يوسف مسؤول من شباب اليوسف. أوكي بعد الغبر دي انتشر كالنار في الحشيم. وصلت الغبر لأبناء ولأهالي شباب اللي استنفروهم 2000 عشان يمشوا محاور كردفان إنه جميع القوات النخبة ودبات 68 انجغموا في داخل الفاشل. لن يبقي ولا أحدا إلا من شرد من الارتكازات الأمامية شرد خلى الناس دي مشت. حكوا القصة الزول. طبعا شوف الزول لما يجري من الحرب بيحكي القصة وبدخل الروم. جميع الأهالي شردوا أبنائهم. من المفترض الليلة القوات 200 عربية و2000 جندي يصلوا الكردفان لدعم ميليشيات الكردفان. أنا عملت فيديو قلت فيهم كتمت في كتمت في الدعين، كتمت في الدعين وقفلت ترشا في ميليشيات الكردفان لأنه ما في فسج. أيوه كيف ود الفاشر؟ جخم الفاشر دخلت الرعب في ميليشيات الدعم السريع وفي الناس المستنفرين في 3 مناطق أبو مطارق وأصلايا والفردوس. عندهم 8 ضباط من المفترض يقودوا 2000 جنجويدي و200 عربية على 8 متحركات يسحبوا بهم وين؟ يسحبوا بهم إلى الدعين الكردفان من أجل صد فراغ اللي عملها القوات المسلحة في حمرة الشيخ. لكن أهاليهم شردوا بهم. عمل بحث كيف ود الفاشر. بعد ما الجخم بتاعت الفاشر الأخبار اتنقلت سريع بين الأهالي وأي زول ولدي أكثر من 80 عربية شردوا بهم جنوب السودان. باقي الناس اللي عنده موتر عنده خمارة عنده بوكسي ساق ولده ودى جنوب السودان. الليلة لما أعلنوا إنه يجوا ما لقوا زول يجوا. كيف ود الفاشر؟ ما في باح جست من 8 ضباط جو 7 ضباط وما هم 3 ديل جو الخيادة والعربات الباقيين واقفين. 80 عربية ما فيشين. مشوا وين؟ شردوا بهم مشوا جنوب